واش فراسك بلي عز الدين أناحي يلاه ولد 2000 اي يلاه عنده 22 سنه تتخلص فرصه للتصويب قويه الله للمغرب أسود مكانها المونديال. اليوم فرحان بزاف حيت ماركيش في دونور. انا ولد كازا كبر في كازا تزاديش في كازا باش تلعب اليوم مع المنتخب وعندي 21 عام والماركيش بيوتا باش نتأهلوا لكاس العالم. راه واحد الحلم اللي الحمد لله ماشي بزاف ديال الدراري اللي غادي يديروه. لاعب المنتخب المغربي اللي حمق المدرب انريكي اللي درب البارسا لمده 8 سنين في اوج العطاء ديالها ودرب منتخب السبليون لمده 5 سنين، كان هو من اهم الاسباب باش تاهلنا حنايا لكاس العالم اللي فيه حنا دابا. وفي القصه ديالو غادي تشوف كيفاش ان 5 سنين ممكن تبدل لك حياتك كلها سفاها على على. Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido. Era quizás el único que Hakimi es evidente, Ziyech es evidente, En-Nesyri lo conocemos muy bien, Amrabat ya lo conocemos, juega muy bien, pero no ha parado de correr. Tiene que estar destrozado. Me ha sorprendido gratamente, lo hemos hablado con el staff. Espectacular. Mucha suerte para Marruecos. عز الدين أناحي تزاد في 19 ابريل سنه 2000 في مدينه الدار البيضاء بالضبط في حي لاله مريم. كان تيلعب كره القدم منين كان صغير مع المدربين ديال الاحياء، مره ماتش هنا ومره بطوله هنا، وكان مطلوب ما بين الفراقي كلشي كان تيبغيه باش يلعب معاه. فاش غادي يدير 10 سنين غادي يشوفوا واحد من الكشافه ديال الرجاء البيضاوي وغادي يكون هو السبب باش عز الدين يمشي يدوز تيست باش يلتحق بالفريق. فاش مشى دوز الاختبار غادي يعجب كاع هذوك المؤطرين، وهذه غادي تكون اول خطوه ليه باش يتالق في كاس العالم قطر 2022. بدا كيتريني مع الرجاء البيضاوي وبدا كيلعب معاه وما حدو هو كيلعب والاعين كتوجه ليه. فاش غادي يدير 15 سنه وبوصايه من ناصر لاركيت المدير التقني لاكاديميه محمد السادس لكره القدم، عز الدين غادي يلتحق بالاكاديميه وهذا الشيء غادي يخليه يزيد يطور من راسو اكثر من الجانب التقني والتكتيكي. 2015 16 17 18 عز الدين أناحي غادي يهضر فيه واحد الفريق ولكن ماشي مغربي، ولكن الفريق اللي غادي يسني معاه هو فريق ستارسبورغ الفرنسي. فاش غادي يمشي لفرنسا غادي يلعب مزيان مع الفريق الثاني لمده عام، غادي يعطي اداء مشرف جدا داكشي باش في العام اللي من وراه غادي يطلع للفريق الاول وغادي يبدا يتريني معاه، ولكن المدرب ما غاديش يثق فيه وما غاديش يبدا يدخله. وهذه واحد الرساله خفيفه، الحياه دائما فيها العقبات، ما عمرك تستسلم، تقاتل وصبر حتى توصل. مع ان عز الدين ما لعب حتى شي مباراه منين طلع للفريق الاول، الا انه في سنه 2020 غادي ينتقل باش يلعب مع فريق افرانش الفرنسي في التروازيام سيري. هنا من الاول غادي يفرض راسو كصانع العاب في هذا الفريق بالمراوغات ديالو الرائعه والتمريرات ديالو الحاسمه. غادي يلعب معاهم 27 مباراه واللي سجل فيها 5 ديال الاهداف، وسبب التالق ديالو الكبير في هذا الفريق لمده عام واحد فقط غادي يوقع عقد لمده 4 سنين مع نادي انجي الفرنسي في البريمير سيري. وشوف سبحان الله العظيم القدر، نادي انجي الفرنسي غادي يكون تيلعب فيه ديك الساعه سفيان بوفال، وبسببه غادي تستدعى عز الدين أناحي باش يولي يلعب مع المنتخب الوطني الكبار كلاعب اساسي. ودابا غادي نعرفوا كيفاش. بالضبط في 15 غشت 2021 عز الدين أناحي غادي يلعب اول مباراه ليه مع نادي انجي الفرنسي. بلاصه من غادي يدخل بلاصه سفيان بوفال، واول محاوله ليه غادي تكون واحد العارضه ولا في الاحلام، والمحاوله الثانيه ليه غادي تكون بيت ولا في الأحلام حتى هو. مسيرة عز الدين أناحي مع المنتخب المغربي صغيرة في المدة ولكن كبيرة في الإنجازات. لعب 2 مباريات مع المنتخب الوطني قل من 20 سنة وحدة فيهم ماركا فيها، وهنا فين غادي يزيد يحكم القدر. الناخب الوطني السابق وحيد خليلزيش جالس ما به ما عليه تيرقب سفيان بوفال، حتى غادي يبان ليه واحد اللاعب آخر سميتو عز الدين أناحي حتى هو مغربي وغادي يعجبو في اللعب ديالو وغادي يثق في الموهبة ديالو. نهار 10 يناير 2022 غادي يتفاجئوا المغاربة بدخول عز الدين أناحي كلاعب اساسي مع المنتخب المغربي في كاس افريقيا. هذه المباراه كانت ضد المنتخب الغاني واللي سالت ب1-0، ومن بعدها المغاربه غادي يعرفوا بانهم عندهم واحد الموهبه جديده، عجبهم الاداء ديال اللاعب الشاب الجديد، وغادي يلعب كذلك في مباراه جزر القمر اللي حتى هي ربحنا فيها ب2-0، وغادي يلعب عاوتاني في مباراه الكابون اللي تعادلنا فيها. ولكن للاسف غادي نتقصاو من كاس افريقيا في ربع النهائي ضد المنتخب المصري بهزيمه 2-1. ولكن هنا
فين غادي يبان عز الدين أناحي ديال بصح. بعد كأس إفريقيا غادي نلعبوا المباراة الفاصلة للتأهل لكأس العالم قطر 2022. غادي ننتحوا في القرعة ضد الكونغو الديمقراطية، وفي 25 مارس 2022 غادي نلعبوا مباراة الإياب واللي غادي تسالي بالتعادل الإيجابي 1-1. عز الدين أناحي ما لعبش كاع في هذه المباراة، تسنى حتى الإياب ولقى راسو في اللائحة الرسمية، يعني غادي يلعب من الأول. في الدقيقة 21 غادي ماركي أناحي واحد البيت عالمي، غادي نزيدو نضغطوا به على منتخب الكونغو. وفي الدقيقة 54 غادي يسجل الهدف الثالث للمنتخب الوطني والثاني في الرصيد ديالو في هذه المباراة، باش من بعد في الدقيقة 69 غادي يضرب واحد القذيفة في اتجاه حارس الكونغو اللي غادي تحرقو في يديه، غادي يشدها حكيمي وغادي يماركيها باش تسالي المباراة ب4 أهداف-0 ضد منتخب الكونغو، وتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم قطر 2022. وهنا أكد على أنه هو الخيار الأنسب واللاعب الأساسي اللي غادي يبدا يلعب في وسط الميدان ديال المنتخب المغربي خصوصا في كأس العالم ديال قطر. غادي يمشي الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، وغادي يجي المدرب الجديد بطل الحلقة السابقة اللي ننصحك باش تفرج فيها، حلقة واعرة بزاف، وغادي يولي هو المدرب ديال المنتخب الوطني الجديد. ما تنساش دير واحد لايك وكومونتير الا مشيتي تتفرج فيها. المهم وليد الركراكي حتى هو غادي يثق في عز الدين أناحي في المهارات ديالو، وغادي تستدعى المونديال قطر كلاعب اساسي، وغادي يلعب ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا والسبليون، وفي كاع هاد المباريات كان اساسي ولعب بواحد المستوى اللي رائع فوق التوقعات، خصوصا في المباراة الأخيرة ضد المنتخب الإسباني. كنتمنوا ليه كل التوفيق في مساره الكروي، لا مع المنتخب المغربي لا مع الفريق اللي فيه هو دابا، وإن شاء الله يهضروا فيه فروق كبار علاش لا في المستقبل. نهار السبت ان شاء الله مباراة الانتقام ضد البرتغال، ان شاء الله حتى هي غادي تكون مربوحة. الا وصلت حتى لهنا وكان تيعجبك هذا المحتوى ما تنساش تيم كومونتير وتبارطاجي الحلقة مع اصحابك. كان معكم محمد المصريوي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.